من أغرب الرحلات اللي حصلت لي في حياتي. الرحلة دي خلتني ما أقدرش أثق في حد تاني مهما حصل. خلتني مش قادر أسافر تاني ولا أشوف بلاد جديدة. خلتني أفقد الشغف من كل حاجة. بس بحمد ربنا إن رجعت سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة اسمها صدمة عمري. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحب السفر جدا وسافرت دول كتيرة لوحدي، وكانت من أمتع الحاجات اللي بعملها في حياتي إني آخد شنطة هدومي وأسافر في أي وقت. السفر بيخلي عندي شغف للحياة وشغف إني أعرف ثقافات جديدة وناس جديدة وأشوف أماكن تحفة عمري ما تخيلت إني ممكن أشوفها أو أعرف إنها موجودة. بصراحة حياتي من غير سفر ولا حاجة. سافرت كتير دول كتيرة وكنت برجع من أي رحلة مبسوط وبخطط للرحلة اللي بعدها، ما عدا آخر رحلة طلعتها من بعدها وأنا ما بقتش حاسس إني متحمس أوي للسفر زي الأول. انا لحد دلوقتي مش عارف انا ازاي لسه حي وبتنفس وقادر اني احكي اللي حصل معايا في اخر رحله. كالعاده كنت بفكر في سفريه تكون حماسيه وتكون بلد جديده مزرتهاش قبل كده، والاختيار على تايلاند. بلد جميله وفيها مناظر خلابه وكان نفسي من زمان ازورها. وفعلا ابتديت في اجراءات السفر، والفيزا بتاعتها كانت سهله وخدتها على طول وحجزت الطياره وكان كله تمام. بس كان في علامات من بداية اليوم بتاع السفر إن في حاجة غلط. أنسى الباسبور بعد ما وصلت المطار، وعمر ما ده حصل معايا قبل كده، واضطر أخلي حد يجيب لي الباسبور بسرعة ويجي لي الباسبور. بس برضه في حاجة، يعني إيه عندي مشكلة في الفيزا ومش هينفع أطلع الطيارة. حاولت أحل المشكلة لغاية لما اتحلت الحمد لله. أجي أوزن الشنطة تبقى أكتر من الكيلوهات المسموحة، مع إن أنا أوزنها قبل ما أنزل. أفضي الشنطة وأحل المشكلة، أخش على التفتيش والجهاز يزمر. قلعت كل حاجة حرفيا ومع ذلك الجهاز بيزمر، واتضح ان المشكله في الجهاز نفسه وعمل كده معايا انا. بس كملت الرحله وانا مش واخد بالي من كل الاشارات دي اللي عمرها ما حصلت لي قبل كده. طلعت الباب الطياره حسيت احساس الخنقه كده، مش مبسوط مش مرتاح، بس اكيد عشان ما اكلتش بس مش اكتر. قعدت على الكرسي بتاعي واللي كان جنب الشباك. تطلع الطياره الحمد لله، بس الطيار بيبلغنا ان هنرجع تاني عشان مشكله تقنيه. رجعنا فعلا بس ما كملناش 10 دقايق والطياره طلعت ووصلت تايلاند الحمد لله رغم الصعوبات. لما وصلت الدنيا كانت كويسه، مفيش حاجه تخليني اخد بالي من حاجه وحشه او حاجه. بس الغريب كان في الفندق اللي حجزته. كان في مكان مش آدمي خالص، مكان مهجور. الفندق نفسه حسيته مهجور. حجزته عن طريق بوكينج، التقييم كان كويس وناس بتشكر فيه، بس اللي في الحقيقة ما يدلش على ده خالص. دخلت الفندق وكان المكان هس هس، محدش موجود. سألت الريسبشن هو ليه مفيش حد هنا، قال لي ان ده مش موسم حجز سياح واللي حاجزين دلوقتي مش كتير فعلا. قلت مش مهم، انا كده كده مش بقعد كتير في الأوضة وانا بقضي معظم وقتي بره وباجي يا دوبك على النوم وخلاص. دخلت الأوضة اللي كانت شبه قديمة. السرير شكله قديم والتلفزيون من العصر الحجري والحاجة مش نظيفة قوي. كنتش مبسوط الحقيقة، بس برضه قلت عادي وكملت وحطيت الشنط بتاعتي وابتديت اخطط للرحلة بتاعتي والنشاطات اللي هعملها. بحب جدا البحر وبحب جدا الهايكنج. قلت ابدأ بالبحر واطلع كده اشوف الدنيا هناك. وفعلا رحت لقيت ناس جميلة واجمل منظر للبحر اشوفه في حياتي بجد ما شاء الله. منظر رهيب وقعدة البحر مش ممكن، احلى حاجة في الدنيا. خلصت عوم في البحر شوية وطلعت قعدت قدام البحر. وانا قاعد بتأمل في البحر بتخطفني عيون بنت جميلة خطفت قلبي وعقلي. ما كنتش متخيل ان ممكن اشوف بنت بالجمال ده قبل كده. فضلت باصص ومبحلق لجمالها. كان نفسي اروح اكلمها بس اتوترت ومشيت بسرعة. رجعت الفندق وكنت فرحان بالبحر وبالبنت اللي شفتها. حسيت ان عندي طاقة كده والسعادة في وشي وكأني كنت في ديت جميل معاها في خيالي. ريحت في الفندق شوية ولما الليل جه قلت انزل اشوف المدينة شوية. وفعلا مشيت في شارع غريب كده مليان ستات كتيرة قوي، واول ما بدأت امشي فيه لقيت نفسي بتشد من بنت والتانية والتالتة. حسيت نفسي توم كروز وكان بيشدوني جامد للديسكو او اعمل مساج او كده. رفضت طبعا ومشيت شوية في الشارع الغريب ده اللي كله بنات وقلعين كمان، لغاية لما حصلت المفاجأة والاقي البنت اللي شفتها الصبح في الشارع ده. بس الحمد لله طلعت خارجة عادي، مش من البنات اللي بتشد الناس دي. كانت فرصة كويسة قوي ان اتعرف عليها. فعلا اتجرأت وقلت لها هلو، وانا عارف طبعا ان الاجانب عادي جدا تتعرف عليهم بسهولة مش زي عندنا. وفعلا ردت عليا وتعرفنا على بعض. كنت فرحان جدا. انا الانجليزي بتاعي ما كانش قوي بصراحة وهي برضه طشاش كده، بس التعارف في الحاجات دي مش محتاجة لغة، كفاية لغة العيون. خدتها ورحنا نتعشى. كنت فرحان جدا، فرحة العيل الصغير كأنه لقى اللعبة بتاعته اللي بيحبها. رحنا وتعشينا وتعرفنا على بعض بترجمة جوجل والحياة وردي. واحنا قاعدين قالت لي انا ليدي بوي. الكلمة دي حاسس اني سمعتها قبل كده بس ما جاش في بالي اعرف ايه معناها، وقلت اهم حاجة الاخلاق. بس بصراحة الفضول خدني ان اترجمها ويا ريتني ما جالي الفضول. وهنا كانت الصدمة. فضلت مبلم في وشها من الصدمة، مش عارف انطق او احكي. كانت بتكلمني وانا مبلم مش برد. معقول الترجمة دي صح؟
معقول انا سمعت صح؟ طب ازاي؟ طب الوش الجميل ده. حسيت بالخداع والقهر. مشينا كان ماشي جنبي وانا مصدوم، لسه مش بنطق ولا عارف ارد. حسيت كان هيجرالي حاجة بعد ما كنت في الجنة بقيت في النار. رجعت الفندق الكئيب ده وانا احلامي وامالي اللي رسمتها مع البنت دي انهارت وراحت في ثانية. خدت صدمة عمري في الرحلة دي، وساعتها خدت شنطة هدومي ورجعت مصر حبيبتي، وانا الصدمة لسه مش سايباني ولا قادر استوعب. ويا ريتني ما رحت الرحلة دي، كانت رحلة فقر. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتك القصة دوس لايك واشترك في القناة، واشوفكم في قصة جديدة. سلام.